حامل وبتعمل تحليل السكر، لا طب ما حضرتك تعملي الفركتوزامين بدل الاي 1 سي علشان سكر الحمل لا دي لو حامل مش عندها سكر، يعني لو هي حامل وجايه بتعمل متابعه حمل وهي ما عندهاش سكر او ما تعرفش إن عندها سكر، لا ممكن اقول انه ممكن الفركتوزامين، لانه السكر الحمل ده حاجه بتحصل وبيتعمل لها فولو اب معين في في البريناتال كير، بيتعمل المفروض اللي هو الجلوكوسترانس كيرف، اللي هو الهيموجلوبين الكيرف بتاع السكر اللي هو بنديها سكر وبنقيس والكلام ده كله. والاي 1 سي ممكن ما يسعفناش قوي، لان الاي 1 سي محتاج ان السكر يكون عالي بقاله 3 شهور، واحنا بنتكلم على سكر حمل وعايزين نلحقه لان هو هيعمل مشاكل للام وللبيبي، فبيفضل الفركتوزامين، لان الفركتوزامين بيديني معدل السكر في اخر ممكن شهر لشهر ونص، فهيبقى افيد ليها من الاي 1 سي. فممكن